الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد درسينا ودرسي صدح لحاد مادة بلاغة وحددها بلاغة وأنصاق عضاني لبقى يوضع كوبنات محسنات اللفظية وصدح عنك عضاني يا محسنات المعنوية وأيضا صدح عنك عضاني درسيان توريضة يا محسنات كمعنوية قدام بيا وحنا التورية مركز اللي هذا ومصدر فعل بمصدر أوتاك المد فعل كاسنا فعل كورا رياوي وعلى وزن فعل كل مانع ورا ووزن فعل أيا وحكومة مانع مصدر كيسو تفعيلة بكل مانع تفعيلة تورية صارت محي تهي فعلك ومعتلام مركم معتلام يهي تفعيله كل ماذا هدو على وزن فعل يهي لكن إذا مركو صحيح الآخر يهي وحكومة ماذا تفعيل بكل ماذا وهي في علم البديع توريده مركا لا يهضي علم البديعة وحالي هذا أن يؤتى بلفظ إلا ليما اللفظ له معنيان لا معنى له أحدهما قريب متبادر إلى الذهن لبدو معنى متكمل ومعنى دو وموقنية وقلبك أسود دقدقية كل الدنيا ما لو متشيدو والآخر معناها كالبعيد وفقيهي خفي وانا قرصويهي وهو المراد وانا متك لو جيدو توريدو سيده هذا مثال كأنكاركنا وحاوي مثلا كلمة لا معنى له معناها دو إن الله قادنا معناها فوق الله قاته مثلا وحاوي نبا وحليه فقالت وحي يقتري روح بربك من أمامي كتا إيغتك وإيغتك ربي أبان كودا شهرتي كداها فقلت لها وحن كل يري بربك أنت روحي بربك أنت روحي فالمقصود بالروح هنا هو المعنى البعيد معناها فوق الروحي أيضا إلا يدعو يقول قادنا كاسوا معناها دو أو صدق دقيقة معناها اللبادي وحوي الروحي أي حياتي وموجتي باتاوي مكا التوريد هذا النوع عاصو كلا سيد الله استعماله أيالي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنكو أرنا التوريد النبي صلى الله عليه وسلم التوريد وسمين جري سيدي قصدي غزوة بدر مركي ننكر البادية أصيع أبو بكر يقول هذين نحن من ماء يقول هذين القاعدة توريد وحالي هذا أن يذكر المتكلم قفك هلا يا إنه شيء لفظا مفردا لفظ مفرد وكلجيسة له معنيان وله الله معنى قريب بدو ظاهر أو موقنية غير مراد لو مجيده وبعيد خفي يا معنى كلا أو فوق أو قرصون وهو المراد وأنا معناها لو جيده هذا مثال أني ما الله مثال كواد وحيس كله شاعر كان يقوله سراج الدين الوراق وحليه أصون أديم وجهي مقار كيس أيان إلى شنيا عن سؤال أناس ضد إنا وحويدية وكإلى شنيا ضد كاسو لقاء الموت غيرين لكل مان عندهم الأديب أي ولم تقفك أديب كاهي إنه لكل مان ورب الشعر عندهم بغيض قفك قبل أصاحبك أكتوله والله عرضا ولو وافى به لهم حبيب حتى هدو سوقارو حبيب كلمة التوريضة مركة لماذا قصده أن قلنا حبيب كلمة داسي لا معنى أي الله معناها كواد قلبك أسود دقدقية لقنا هرمري وحكس هرجيلا وحبيب بمعنى محبوب حبيب بمعنى محبوب معناها اللغات وشاعرك الدوري ومعنى فوق وهو لجيلا شاعرك الأورنجي أبو تمام أيو لجيلا ومقعيس اللي هذا حبيب ابن أوس أيها اللي هذا حبيب ابن أوس الطائي حبيب بن أوس الطائي معناها اسمك معناها فوق وكلمة حبيب شاعرك وحولجي نكا مقعيسة أيو لجيلا مدى اللبات ضعني ما مثال كاللبات وحا يسكال شاعرك اللي نصير الدين الحمامي وحولي أبيات شعرك كالقصور قبيقاقا أبيات ديسة يتدعي ديسو كالقصور قصرية ووين بيلمتها ولا قصور قابس نمجره وبها بإدراك معانيها
macaanideeda abyaadaada macaanideeda in la garto yacuuqu ay yamnacu diidaya wey wa min alcajaa'ibi waxyaabaha la yaabka badan waxaa ka mid ah lafduhaa abyaadaada lafdigeedu xurun wa macnaaha raqiiqun lafdiga marka ku jira raqiiq weeye kelmadda raqiiq laba macnoay leedahay kelmadda raqiiq laba macne ayay leedahay midka hore waxa weeye oo qalbiga usoo degdegaya alcabdu lmamluuk waa addoonka la leeyahay wey addoon la leeyahay wey waxaana ku tusaya in laga hormariyey xurun oo cagsigeeda ah macnaha labaadna waxaa weeye allatiifu sahlu waana macnaha uu shaacirku uu doonayo oo ula jeedo leeyahay alfaadaadu waa cajaab badan tahay lafdigeedu waa xor waa macnaha raqiiqun ay sahlun latiifun wey waqaala shaabu dhariif ninkaa la yidhahdo shaabu dhariif waxa uu leeyahay tabasama waxaa dhoolla caddeeyey haqru lowsi geedka lowska la yidhaahdo afkiisa can tiibi nafrihi raaixada udgoon ee ka soo baxaysa daraaddeed ayuu la dhoolla caddeeyey wa aqbala wuuna soo qaabilay fii xusnin wanaag iyo qurux asaga ka muuqato oo yujillu ay ka muuqanayso ka daahirayso can lwasfi tilmaanta halumuu ilayhi u kaalaya bayna qasfin wa ladatin qasfi oo ah uu hadda ula jeedo lahwi walacib iyo macmacaansi u kaalaya maxaa dhacay fa ina khusuuna sahri tasluxu lilqasfi laamaha ubaxu in lagu ciyaaro way ku habboontahay kelmadda loo jeedo oo labada macnaha maanta waxaa weeye oo tawriyadu waa qasfi wey qasf laba macnay leedahay macnaha dhow alkasru walhadmu wey macnaha fogna waxa weeye allahu walacib allahu walacib shaacirku macnaha fog ayuu u jeedaa kelmaddaasina waxay noqotay tawriya waa kelmadda loo isticmaalay haddaan amhilada intaan uga baxno aan u nimaadno shaacirka u horeeya ee la yidhi siraajudiin alwaraaq waa kuma waa shaacir misri ah oo reer masar ah raqiiqun oo gabaygiisu jilicsan yahay baraca fi tawriyati wuxuu ku xeel dheeraada tawriyada wa gayriha min anwaaci badiic noocyada kaloo cilmi badiica walow shicrun jayidun kaiir gabay fara badanoo wanaagsanna waa leeyahay wuxuu dhashay sanadku markaa 615 wa maata sanata 695na waa dhintay 695 shaacirka labaad oo la yidhaha nasiirudiin alxamaami waxaa loogu bixiyey xamaami kaana yaxtarifu wuxuu xirfad ka dhigan jiray biiktiraa'i alxamaamaat suuliyada inuu kiraysto bimisra wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa 712 yacuuqu macnaheedu waxa weeye yamnacu diidaya min idraaki jamaaliha jamaalkeeda quruxdeeda ayuu ilaalinaya ninka la yidhaha shaab dhariif oo nambarka saddexaad ah huwa shamsudiin ibnu alcafiif italmasani baa la yidhaha wuxuu dhashay 662 wuxuuna dhintay 687 macnaha fakaanat xayaatu 25 sana noloshiisu waxay ahayd 25 sano saasaa waxaa loogu bixiyey shaabu dhariif gabaygiisuna gabay aad loo xiiseeyo oo la jecel yahay ayuu ahaa haddaan u nimaadno sharaxa albaxu kelimadda ugu horeysa waxa weeye kelimatu xabiib oo calaamadda lagu saaray lagugu muujiyey khadda lagu saaray hoosteeda waxay fi lmithaal alawal laha macnayaan laba macnay leedahay axaduhumaa labada macne mid ka mid a almaxbuub waa wax la jecel yahay wa huwa alqariibu aladii yatabaadaru ila dihni waana waxa macnaha dhow ee qalbiga usoo degdegaya bisababi tamhiidi lahu sababtoo waxaa gogoldhig looga dhigay oo laga hormariyey kelimadda bagiid wa ismu thani midka labaadna wathani midka labaadna ismu abi tamaam shaacirka le abi tamaam magaciisa wey wahuwa xabiib ibnu aws ataa'iw wahuwa almacna albaciid waana macnaha fog shaacirkuna uu doonayey macnahaasuu doonaya laakinahu talatafa oo u xeelabaystay fawaraa canhu waana qariyey wasatarahu bilmacna alqariib wuxuuna ku qariyay macnaha dhow ee uu hadalku leeyahay sharaxa qaybta labaad haddaan u laabanno kelimatu raqiiq fi lmithaal athani kelimadda raqiiq macnaha labaad waxay leedahay laba macnay leedahay midka kood waxa weeye waa midka dhow maskaxda usoo degdegaya wahuwa alcabdu lmamluuk sidaa marka hore u sheegnay waa addoon la leeyahay wa sababu tabaadurihi ila dihni sababtuu maskaxda ugu soo degdegaya waxa weeye maa sabaqahu min kelimati xor waxa laga hormariyey oo ah kelimadda xor wathani midka labaad baciidun mid fog weeye wahuwa latiifu sahlu wahada huwa aladii yuriiduhu shaacir kaa dambe ayuu shaacirku doonayaa bacda an satarahu fii dili lmacna alqariib markuu ku qariyo oo ku daboolay macnaha dhow harkiisa wa kelimatu lqasfi fi lmithaal athaalith kelimadda qasfi macnaha saddexaad kelimadda mithaalka saddexaad
معناها القريب معناه دو الكسر الدموي يجبن بدليل تمييزه لهذا المعنى فإن غزون الزهر تصلح للقصر ومعناها البعيد اللهو واللعب وهذا هو المعنى الذي قصد إليه الشاعر كاسب وشاعرك الدولية بعد أن احتال في إخفائه مركوحي على بيستي إنه قريه ويسمى هذا النوع من البديع تورية لها نوع على علم البديعة وعلى يقانا تورية وهو فن برع فيه شعراء مصر والشام وفن أي كحل إرادين شعراء مصر يا شام في القرن السابع والثامن من الهجرة قرن التضواد قرن السداد الهجرة وأتوا فيه بالعجيب الرائع وحيلي مارين وحياب الله يابا وعجبا الذي يدل على صفاء الطبع وكتسيس الطبيعات صافئة والقدرة على اللعب بأساليب الكلام يعني أودوا الليهين إن يكون عياران أساليب تهولك يقابك الله استعماله سيد دونان أو استعمالها قيبت المناقشة وعلى وليه شرح توريضا في الأمثلة الآتية شرحا وافيا قال سراج الدين الوراق وحوليه كم قطع مكا مثالك كوات سؤالات مرة بوات توضيحنا كوات دمنا أرضي قال قد دوني إنه شيء وحوليه قال سراج الدين الوراق كم قطع الجنود من لسان بدنا انت اللي قد قويي إذا ماذا عرب كاسو قلد من نظمه النحورة تحديث قبل قورتك كحرتي فأنا شاعر سراج أنا وحنا شاعرك يا سراج فاقضع لساني عرب كي يقوه أزيدك النورة نور بنكو زيادنا كلمة مركا توريض مثال كان أنقره إنه وحكا جرتها فاقضع لساني أي كجرتها كوا كلا مثال كان وأصلا النهاردة كوا كلا سيا يا لغربها إنه صوصا فاقضع لساني وكلمة أي توريض قشي ما حدا عي وحليه عربك يقو مركا عرب يقو الله معناه لا هاي من هو معناه حقيقي إلا قويه معناه لبعضنا أو شاعرك وجهنا كان له مجهه ومعناه أسكتني آموسي بالعطاء وحبحيني وآموسي أو وحسيوي وايه مثل لبعض اللي ما عنده أصلا أصلاله وحليه شاعرك اللي يهدوه سراج الدين الوراق يا خجلتي وصحائفي سود غدت حشوتك يحيى حيجي صحائفتي بي وحي نقطة من ملو صحائفة أعماش الوقرية ومدواتي وصحائف الأبرار في إشراقي ضدك أبرارتها صحائفته ذنا وإفيسا ومؤنب لي مدع عنانته وفي القيامة قيامها جوغا وحو ليه قال لي وحو قيري أكذا تكون صحائف الوراق مساسي أمه دوانيسا صحائف الوراق marka tawriida ku jirta beedkaas ayaa laga rabaa inaad soo saarto iyo lafdigeeda وقال أبو الحسن الجزار waxa uu leeyahay asagoo Abu الحسن الجزار waxa ninka walaa shaqadii waagi dambana waa lagu ceebay kawalnimadii ayadii uu ka hadlaya markii dambe iyo dadka ku ceebay u jawaabaya wuxuu leeyahay kayfa la ashkuru الجزارة seebaanan ugu mahadineen kawalnimada ma cishtu inta noolahay xifaadan anigoo aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsan ilaalinaya وأهجر الآداب آدابت أن أغتغيها وبها شقداس أهايي درادد أيي صارت الكلاب كلاب توحي أهايين ترجيني إني إرجينيان أو إدوندونيان وبالشعر كنت أرجو الكلاب أنا أقول وحان دوني إنا قبل وجوابه مركا بيت كاسنا التورية كجرته لفظك التورية لبدا معناها حنبارسن إيا معناها ويهيبا أديك أيها لقاد دوني أرضيو وقال بدر الدين نمبرك أفرادوي وحاولي بدر الدين الذهبي رفقا بخل ناصح أطر رفقا كوحل يا مصدر كاس ومصدر النائب عن فعل الأمر وهو النائب كيهي فعل الأمر رفقا أطر بخل ناصح قف صاحبه وضاعدها أطر أبليته أتكون امتحانتي صدا أي إعرابا إلى كجيستي يوهجرا إلى تقويسي وافاك سائل دمعه وحاك سوق قاري اللي انتي سدادنا يسي فرددته وحاد جواب عليسي في الحال إسلامات قابا نهرا سنوه مركا هذا وحاكو جرة كلمة باكو جرته لما معنا له لما معنا من ندوية من نفوقيا هاي كان فوقنا اللي وجهه وعلى ربعنا كسو صارته من معاني الوراق كلمة اللي هذا سراج الدين الوراق معاني اللي وحا كمده وراق وحاليا بايع الورق قفك ورقبها يا مكتبها وحاس جوه أو قد يراد كلمة لآمنة وحادئ كرتها كلاب إن لو رجعه مجاز أو نقطة لآم الناس إن لو رجعه وحادئ كرتها وايا
قيبت الله بعد المناقشة وحليه وقال أيضا بدر الدين وحليه يا عاذلي فيه ننك عناننا يوم وننك أرجز عناننا يوم قل لي وحيد هذا إذا بدأ هدوم موضوع كيف أصله سيسكوه المانسينية يمر بي كل وقت ويصومر مركزتا وكلما مر يحلو مركزته يصومرنا ومعانا هذا كلمته كلما مر يحلو أيها معاني بدل له أيضا لقى ربا إن أصول صارته وقال أيضا إسلا بدر الدين بأسلا لقى وحليه ورياض ورب رياض بدنا بيره وقفت أشجارها قيرين أي استاجين وتمشت نسمة الصبح إليها أنا سعتي صحن صحابة الصبح دي أيها كل عضي وسعيسة طالعت أوراقها ورقدها يعلمها وحا كسو بعي شمس الضحى رعد برقدي جوجته بعد أن وقعت الورق عليها مركي أي قوليدو كدل دعضي واي كلمة الورق وحانا المفرد كيدو وحوى الورقاء وحانا معناه نقولها الحمامة الورق نواه الحمامة الورق وجمع ذوي واي بيتك كحيلة هدان ما نروح عليها شاب الظريف أيها إسكاله وحليه قامت حروب الدهر قامت وحا استاغي حروب الدهر دغالدي زمنك oo dhex maraya ubaxyo noocyo dagaalo ubaxyo dhex maraya way ma bayna riyaadi sundusiya dagaalahaas waxay dhex marayaan beeraha ubaxa sundusiga la yiraahdo wa atat beerahaas way yimaadeen bi ajmaciha dhamaantood litaghzuwa inay duulaan oo ay ku duulayaan rawdatul wardi ubaxa casaanka ee wardiga la yiraahdo beertiisa aljaniya ee la goosto laakinaha ubaxa sundusiga aha انكسرت واجبا لأن الورد شوكته قوية وهذا كلمة لأن الورد شوكته قوية أي كجرتها وحل هذا توريدي أرضي ونقص صار على قربة وقال النصير الدين الحمام وحله جودوا لنسجع بالمديح على عداكم جودوا داقة لنسجع سئان وسجع إنه بالمديح أمانته على علاكم سرينتين سرمدا ولجيبا صارتم هاي فإن أعصر الوقت للمدح عندما يقع الندو حل وهبون يا مانتا إنه أمانة ومركا أي دليل صوت عضون مرة لها معنيان وحي مارتي لا لها معني من المرارة وهو القريب مرارة وقرار ومعناها دو ومن المرور وهو البعيد المراد كلمة الورقاء جمع الورق جمع ورقاوي وهي الحمامة وقعت يكون من التوقيع وحين نقطع توقيع وهو كتابة الاسم في أسفل الكتاب اسم كأنه قرار كهوستيسا وقعت بمعنى سقطت أي نقطة شوكة كلمة اللي لها معنيان القريب أي نقطة متكد وعوي واحد الشوك قال متكمل غير المراد لو مجيده والبعيد المراد السلطان والقوة والسيطرة أي أنه نجد هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.